السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك لفريق الوداد الرياضي الفوز ديالو على فريق عزام التنزاني. الوداد تمكن من الانتصار بفضل الهدف الوحيد اللي سجلو نور الدين أمرابط في الشوط الأول من المباراة. الوداد في الحقيقة فرضت اللعب ديالها في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كان تراجع للوراء، الشيء اللي خلى الفريق التنزاني أنه يضغط بقوة ويشكل خطر ويهدد المرمى ديال اللاعب الحارس بن عبيد. ولكن هذا الأخير كان في الحقيقة حاضر بقوة في المباراة، تصد المجموعة من المحاولات، وكان ارتباك في الدفاع ديال الوداد في الدقائق الأخيرة. ولكن حقيقة الفريق الخصم كان ضعيف كانت شي فرقة يعني قوية شوية، كانت تقدر تشكل خطر على الوداد. التراجع إلى الوراء كما قلت في العديد من الفيديوهات كيسبب ولا كيعطي فرصة للخصم أنه يضغط عليك ويشكل خطورة. وهنا لابد ما نشيدو بالدور اللي قدمه اللاعب المتميز نور الدين أمرابط في وسط الميدان وكذلك في الجهة اليمنى، والتسديدات ديالو وتمريرات نحو المهاجم الهنوري. اللاعب رغم السن ديالو مازال كيقدم في حقيقة يعني مباريات كبيرة. أنا كنشوف بأن اللاعب نور الدين أمرابط يستحق يلعب مع المنتخب ديال الركراكي على الأقل كاحتياط، يعني في الدقائق الأخيرة من المباراة، ربع ساعة الأخيرة من المباراة، ذاك الاندفاع ديالو وتبارك الله ما كيخافش من المهاجمين، ما كيخافش من الخصم، يعني هذيك الخاصية قليل باش تلقاها عند اللعابة. المهم خليونا غير في الوداد حاليا. الأداء اليوم ديال الوداد كان مستحسن نوعا ما، مازال شوية خاصة الخدمة بالنسبة للكونديسيون فيزيك وفي الدقائق الأخيرة من المباريات كيلاشيو شوية اللعابة. هنا الدور ديال المدرب محمد أمين بن هاشم، خاصو يلعب بخطط هجومية أكثر، ما يكونش يعني عنده الخوف من فرق، خاصة فريق بحال عزام التنزاني فريق ضعيف شوية، نبدا نتلاقاو مع فرق أكبر وعندهم شراسة أكبر. يعني خصنا تكون عندنا واحد الثقة في النفس باش نسيطروا على المقابلات. الوداد الآن بعد مرور جولتين كيتواجد في الصف الأول ب6 نقاط أمام مانيما اللي عنده 3 نقاط، وعزام ونيروبي ب0 نقطة. في الحقيقة المجموعة في المتناول، الوداد خصو يربح بالعالم كاملة جميع المباريات ويستعد يعني للأدوار الموالية هي اللي غادي تكون أصعب شوية. بالتوفيق للوداد في المباريات المقبلة، إلى اللقاء.